صاحبان. واللقب هو ما يدل على رفعة المسمى أو ضاعته، شيء يدل على رفعة المسمى به أو على ضاعته ودناءته. فأمير المؤمنين هذا لقب يدل على رفعته، وكذلك زين العابدين، وكذلك مثل هذا من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ألقاب تدل على رفعة أصحابها. قد يدل اللقب على غير ذلك، وذلك معروف في كثير من الألقاب، منها ما كان أهل الحديث يتجنبونه، كرجل اسمه مسلم واشتهر بالبطين، فكان بعض أهل الحديث إذا حدث عنه يقول حدثنا مسلم ويمد يديه أمام بطنه، لا يقول البطين ولكن يفعل هكذا، أي مسلم البطين. ومثل ذلك محمد بن الفضل، وهو شيخ من رجال الصحيح ومن الثقات، لكن اشتهر بلقب عارم. وعارم في اللغة معنى المفسد، فالعارم المفسد. نعم. فهذه الألقاب كان بعض الناس يتجنبها.